كان المفروض أكون عارف أحسن من كده، بس الحب ساعات بيخلينا نعمل حاجات مش منطقية، بيضيع الحكم السليم على الأمور ويعميك عن العواقب. عمري ما كنت مصدق في كل الكلام عن الأمور الخارقة للطبيعة، بس اللي حصل، أو بالأصح اللي أنا سمحت يحصل، غير كل حاجة. عيون لوبا كانت فاضية بعد الإجهاض، طفلنا اختفى ومعاه روحها الحية. عدت شهور من غير ما تخرج من الحمام. عيونها الحزينة والفارغة كانت دايما بتدور على أمل. إنك تشوفها بتنهار كده كان نوع من أنواع العذاب. مدمر، ومفيش حاجة في إيدي أعملها. جربت كل حاجة، علاج نفسي، أدوية، وقت لوحدها، ووقت مع بعض، لكن ولا حاجة رجعتها زي الأول. ما قدرتش أستحمل أشوف حب حياتي بيموت قدامي، ملاحق بفقدان طفل كنا بنتمناه بشدة. علشان كده لما جريج اقترح حل غريب ومحرج قررت أجربه. عارف يا جاك، في حاجة، قالها بتردد، بيسموها دمية إنسانية. دمية؟ قلت وأنا مش مصدق. مش أي دمية، هتبقى زي الطفل اللي كنتوا مفروض يكون عندكم. الحل كان سخيف بس كان حل على أي حال. في ثواني كنت طلبتها. عمر ما هنسى اليوم اللي وصلت فيه. كان صندوق بني عادي، ما فيهوش أي علامات ولا عنوان راجع. كان واقف على عتبة الباب زي ورم خبيث. إيدي كانت بتترعش وأنا بفتح الصندوق. جواه، ملفوفة في ورق مناديل، كانت دمية لدرجة إنها خلت نفسي يتقطع. كان عندها نفس عيون لوبا البانية الناعمة، وملامح أنف الحادة، وابتسامة تكاد تكون حقيقية. لما لوبا شافتها الجدار اتصدع. حضنت الدمية كأنها كائن حي. لأول مرة من أسابيع شفتها تبتسم. قلبي اتملى بالراحة. يمكن ده يساعدها تطيب، لكن ما كنتش عارف إن دي كانت آخر لحظة سلام في بيتنا. أول ليلة صحيت لقيتها قاعدة على كرسي هزاز، والدمية مضغوطة على صدرها. افتكرت إن ده كان علامة كويسة، إنها بتتكلم مع الدمية وبتهمهم بهدوء زي أي أم. لكن مع مرور الأيام بقى واضح إن ده مش بيساعد. كان في حاجة أغمق، حاجة غلط بشكل مش مفهوم. قريب جدا مراتي بطلت تاكل، تنام، أو حتى تتكلم. كل لحظة وهي صاحية كانت بتقضيها مع الدمية، بتأكلها وبتغير لها الحفاضات. سميتها بيبي بلو. ما كنتش فاهم ليه، بس ما كنتش أجرؤ أسأل، خايف من اللي ممكن تقوله. لكن الليلة اللي هجمت عليا فيها بسكانة أدركت قد إيه حالتها كانت متدهورة. كفاية يا بيتا، ده مش حقيقي، صرخت. بس شفت وشها بيتحول لملامح وحشية عمري ما شفتها قبل كده. الست اللي هجمت عليا ما كانتش لوبتا بتاعتي، كانت أم بيبي بلو، مستحوذة عليها بالكامل. وأنا بتراجع لورا عيني جت على الدمية واتجمدت. عيون بيبي بلو الزجاجية كانت بتلمع بذكاء مظلم، وبقها الصغير كان بيتحول لابتسامة شريرة. الأوضة بقت أبرد. هل كانت مسكونة؟ في نفس اليوم قررت أبقى في البيت وأراقب. كل حاجة كانت ماشية تمام لحد ما الليل جه. كان تقريبا الساعة 1 الصبح، ولسه كنت نايم لما جرس إنذار الحريق اشتغل. صحيت مفزوع، لقيت المطبخ مليان دخان. لوبتا كانت سايبة غلاية على البوتاجاز ونسيت عنها تماما. كان بيعيط، كان بيقول لي إني أم وحشة. صرخت وهي ماسكة بيبي بلو على صدرها. دمي تجمد. الدمية ما ينفعش تعيط، ده مستحيل. بس هي كانت مصرة. صوتها بيعلى وبيزيد هستيريا. حاولت أفوقها. صرخت فيها إن الدمية مش حقيقية، وإن كل ده في دماغها. لكنها ما كانتش بتسمع. وشها بقى شاحب، ووقعت مغشية عليها وهي حضنت الدمية كأنها طفل حقيقي. اتصلت بالمستشفى، والمساعدة وصلت. يمكن كان الساعة 4 الفجر لما صوت غريب ملأ البيت كله. كان صوت بيخلي الجلد يقشعر، بكاء مكتوم زي صوت طفل. قلبي كان بيدق بسرعة وأنا بسمع، ماسك نفسي. الصوت كان جاي من غرفة الأطفال. إيدي كانت بتترعش وأنا بفتح الباب. في الضوء الخافت شفتها، الدمية كانت بتعيط. وقفت مكاني مرعوب، والصوت الناعم اللي بيبكي كان مالي الأوضة. عيون الدمية، عيون لوبتا، كانت بتلمع باللون الأحمر، نقط صغيرة من الضوء في الظلام. عرق بارد نزل على جبيني وأنا بقرب منها. قلبي كان بيدق بسرعة وأنا بمسكها، وفجأة البكاء وقف. إيدي كانت بتترعش وأنا بفحصها، حاسس بحاجة صلبة تحت الجلد الصناعي بتاعها. مزقت الجلد الصناعي السميك، ولقيت جهاز صغير أسود جواه. كان كاميرا. ده معناه إننا كنا متراقبين طول الوقت. إحساس بالغثيان غمرني وأنا بحفر أكتر. الناس اللي كانوا بيتجسسوا علينا حولوا حياة لوبتا لشكل مشوه من الترفيه. جمعت الأدلة، الدمية والكاميرا، واتصلت بالسلطات. قدمنا بلاغات عن انتهاك الخصوصية، التحرش، والأذى النفسي.
قسم الجرائم الإلكترونية حاول يتتبع الموقع، لكن وصله الطريق مسدود. الناس اللي بيستخدموا الإنترنت المظلم محترفين في الاختفاء والبقاء في الظلام. حذروني بشدة من شراء حاجات من الجهة غير القانونية للإنترنت. غيرنا البيت وأرقام التليفونات علشان نبعد عن أي متطفلين تاني. لوبتا لسه بتخضع لعلاج نفسي علشان تتعامل مع فقدان طفلنا والصدمات اللي سببتها الدمية. كل اللي فهمته إن الحزن هو الحب اللي ملوش مكان يروح له، لكن ما ينفعش نسيبه يتحكم في حياتنا. طول ما احنا عايشين لازم نعيش. التقدم للأمام هو المعنى الحقيقي للحياة، مهما كانت العواصف بتحاول توقعنا. جالي رسالة من بنت غريبة في نص الليل. الرسالة كانت بتقول ما تفتحش اللينك ده، وكان اللينك مختصرا ليوتيوب. العادة إنني بتجاهل الرسائل دي، بس امبارح كان يوم صعب ومكنتش في المزاج أكتب الرواية اللي شغال عليها، فقررت أفتح اللينك وداني ليوتيوب، وكان فيه فيديو عن سيرك من الستينات في بومباي. كان مكتوب في عنوان الفيديو ما تعديش الدقيقة 221. فطبعا عملت كده. ما كانش المفروض أعمل كده. بالظبط عند الدقيقة التانية و220 وقفت الفيديو. كل حاجة كانت عادية، لقطات أبيض وأسود، 3 فيلة في الخلفية، شوية أقزام قدام، وجمع من الناس حواليهم. لكن في النص كان في طبل كبير مكتوب عليه الكومنت رقم 13. بفضول نزلت للكومنت رقم 13 في الفيديو، وكان في لينك لفيديو تاني. أنا لسه بدأت قناتي على يوتيوب من قريب، بنزل فيها نصايح طريفة عن الكتابة. الغريب إن اللينك من الكومنت وداني لفيديو أنا كنت منزله قبلها 3 أيام. كان فيديو معلوماتي، انتقاد لحالة صناعة النشر الحالية. بس من البداية كان في حاجة مختلفة. الفيديو بدأ يقطع، وبعدها أرقام وحروف عشوائية بدأت تظهر. صوتي فجأة بقى أعمق وأتقل، وفجأة الشاشة بقت سودة. الأرقام والحروف اللي كانت بتتنطط حواليها بدأت تتجمع لرسالة جديدة. الرسالة كانت عنوان بيتي. على طول قفلت اللابتوب وخرجت من الأوضة. ده كان مستوى جديد تماما من التطفل المرعب على الإنترنت. إزاي قدرت البنت دي تجيب عنواني؟ مش عارف. ما عنديش أي فكرة هي إزاي لعبت في الفيديو بتاعي. كان المفروض يكون مستحيل. دخلت المطبخ ومليت كوباية عصير برتقال لنفسي. لما رجعت الأوضة وفتحت اللابتوب لقيت رسالة تانية من نفس البنت: أتمنى ما أكونش خفتك. فضلت أفكر أرد عليها ولا لأ، بس كان عندي أسئلة كتير من غير إجابة، فاضطريت أسأل. حطيت كوباية العصير جنبي وبدأت أتكلم معاها. إزاي عرفتي عنواني؟ إزاي لعبتي في الفيديو بتاعي؟ ما كانش فيه رد لمدة كام دقيقة، وبعدها جالي صورة صريحة جدا لواحدة جميلة جدا، جسمها ملفوف، شعرها طويل وأسود، لابسة تيشيرت أبيض وبنطلون يوجا. شكلها كان بيصرخ انستجرام ات جيرل بكل تفاصيلها. ايه رأيك فيا؟ بعتت لي بعدها، بس ما قدرتش اشيل عيني من الصورة، خصوصا التيشيرت بتاعها. لكن علشان كان في رمز سيمب في نص التيشيرت، والرمز ده خلاني اتجنن. الرمز ده انا اللي اخترعته علشان الرواية بتاعتي. الرواية لسه ما اتنشرتش، بل حتى ما خلصتش كتابتها. ما شاركتش المسودة مع اي حد. ازاي في الدنيا عرفت الرمز ده وكمان طبعته على التيشيرت بتاعها؟ فقدت اعصابي. انا نادرا ما بشتم البنات، بس المرة دي رسائلي كانت كلها شتايم. عايز اجابات، قوليلي الاجابات، ما تخافيش، ده سرنا الصغير. ايه هو؟ سألتها. انت اخترقتي الكمبيوتر بتاعي، هروح للشرطة. اخترق كمبيوتر؟ انا حتى ما بعرفش اشتغل على باوربوينت. ازاي عرفتي عنواني؟ ازاي جبتي الرمز ده؟ اعتقد انك خمنت. نوستراداموس نفسه كان هيقوم من قبره لو شاف ده. قوليلي انت مين وازاي بتعملي كده؟ انا بس عايزة اكون صاحبتك حبيبي. ما تنادينيش كده، جاوبي على اسئلتي. انا قلتلك الاجابة. فين؟ ما قريتش الكومنت رقم 13 على الفيديو بتاع يوتيوب. كنت غاضب جدا. ما كنتش حتى متأكد إذا كانت بنت فعلا ولا نصابة بتحاول تبتزني. رجعت عملت كل الخطوات من الأول ووصلت للفيديو بتاع السيرك. نزلت بسرعة للكومنت رقم 13. المرة اللي فاتت كان في بس لينك لفيديو يوتيوب اللي لعبت فيه. المرة دي كان في نص مكتوب: ما تنزلش للكومنت رقم 20. كنت مستغرب إزاي بتعمل كده. على طول نزلت للكومنت رقم 20، وكان مكتوب فيه: ما تضغطش على اللينك ده. ضغطت على اللينك ووصلت لمدونتي القديمة من 7 سنين.
كان في تعديل مقترح مكتوب عليه ما اتدخلش على سجل التعديلات بتاع المدونة دي. اندفعت لسجل التعديلات، عايز بس أنهي اللغز ده، وأخيرا انتهى. في سجل التعديلات كان في نسخة سابقة من الإجابة، وكانت مكتوب فيها بس: شكرا على عصير البرتقال اللذيذ. بصيت على يميني، لقيت كوباية عصير البرتقال فاضية، وأنا ما شربتش منها ولا نقطة.